السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا، ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. هنعمل النهارده طبق قرنبيط بس بجد تحفة، وهيكون معاه كمان طبق بتنجان مخلل. هنعملهم كده بطريقة سهلة وبسيطة، أكلة حرشة. هنحب كده ناكلها بعيش. طبعا كلنا بنشتغل الأكل، الحاجة اللي بنغمسها بنبعد عن الرز شوية. بنعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة، تكون مقرمشة من بره وطرية كده وجوسي من جوه. تعالوا كده هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كده قرص من القرنبيط أو زهرة القرنبيط زي ما بيسموها في الدول العربية. تكون حلوة كده وبيضة، وتكون مدكوكة معانا كده، وتكون صابحة لسه. هنبدأ كده ننضفها بالسكينة، ونشيل كده العروق بتاعتها والراس بتاعتها كده، ونبدأ نفرطها كده من بعضها، ويكون القرص ماسك بعضه كده، أو زهرة القرنبيط هتكون حلوة كده وبيضة. نبدأ كده بعد ما قطعتها، هبدأ أقشرها معاكم بالطريقة دي ونشيل القشرة. أنا مش هشيل العنق بتاعها، يا ريت تسيبوه فيها، بيكون طعمه حلو جدا ومسكر، وبرضه تعرف تمسكيها وبديها منظر حلو. بعد ما قشرتها كده وهابدأ أقطعها، أنا عايزة أقطع الزهرة تكون أو القطعة اللي إحنا هنعملها تكون صغيرة مش كبيرة، عشان طبعًا بتكون تشرب كده من التتبيلة بتاعتها، وتشرب من التغليفة بتاعتها، تكون حلوة وتكون مقرمشة كده من برّه وطرية وبُصي كده من جوّه. هاخلّص كل الكمية وأقشرها بالطريقة دي، وهاقطعها قطع حلوة كده، يعني مش تكون كبيرة أوي، لإن طبعًا كل ما بتصغّريها بتكون معاكِ أحلى وتكون ناشفة معاكِ وحلوة. خلصت كده كل الكمية جهزتها معانا، وهنبدأ كده نجهز البتنجان معانا كده. هنقطع الراس بتاعته، وهنقطع كده ونفتحه ونعمل فتحات معانا كده، فلفل وطماطم وتوم. وهنبدأ كل الحاجات دي نكون جهزناها، تكون كل حاجة جاهزة على البوتاجاز كده، ونحط حلتين فيهم مَيّة، حلة طبعًا للبتنجان وحلة للقرنبيط. وهابدأ كده على الحلة بتاعة القرنبيط، هابدأ أنزل بحبة كمون وملح، عشان طبعًا الكمون بيدّي يعني بيشيل الزفارة بتاعته، وبيكون ريحته حلوة، وبيشيل الغازات اللي بتكون بيعملها القرنبيط في البطن. بعد المَيّة ما غليت كده، نزلت بالقرنبيط ونزلت بالبتنجان لحديت ما ينسلقوا معايا ويكونوا جاهزين. هابدأ أصفّي عنهم المَيّة وأركنهم معانا كده على جنب. طبق، وهانزل ب3 حبات من البيض، وهانزل عليهم بالتتبيلة بتاعتهم، فلفل أسمر وكمون كمون، ويا ريت يعني يا ريت تزوّد الكمون شوية. وهنبدأ كده بالملح والفلفل الأسمر طبعًا إحنا قُلناه تقريبًا. وهنبدأ كده نقلّب كده بالمعلقة، أو نخفقه خفقة حلوة كده بالمعلقة أو بالمضرب اللي أنتِ تفضّليه وتعمليه. أنا عملته كده بالمعلقة. خفقت البيض حلو كده ويكون معايا كده بالبهارات، وهانزل عليه بحبة من الخضرة، شبت وبقدونس. عايزة تضيفي كزبرة لو أنتِ بتحبيها ضيفيها، مش عايزة خلاص أنا ضِفت عليه شبت وكزبرة، ومقطعة كده الخضرة قطع صغيرة. هانزل عليهم نُص كوباية من اللبن، وهانزل عليهم معلقة من الخل، وهاقلّبه كده مع بعضه. وهاجهّز الدقيق، والدقيق أنا ضِفت عليه كوباية من الدقيق، أنا عايزة العجينة تكون قوامها مضبوط. يعني الدقيق طبعًا حسب امتصاصه للمَيّة، ممكن يزيد أو يقل حسب نوع الدقيق نفسه. هنبدأ كده نقلّبه، ونضيف بحبّة baking powder يكونوا معانا، ونقلّب كلّه مع بعضه كده في العجينة. طبعًا أنتم شايفين قوام العجينة، يعني زي نظام عجينة الكيك كده بالسمك بتاعها ده. معانا كده البتنجان أنا سلقته وجهّزته طاسة كده، وهننزل طبعًا كنت جهّزت التتبيلة بتاعته، فلفل والتوم، وضِفت عليهم الملح والكزبرة والشطة ويكون جاهز معايا، عصرت عليهم نُص ليمونة ومعلقة من الخل. وهابدأ كده أحشي البتنجان بالتتبيلة اللي أنا مجهّزاها. هاحشيه كلّه كده وأحطه في الطاسة، أنزل عليه بحبة من البقدونس، وهانزل عليه بحبّايتين طماطم أنا بشرتهم، وبابدأ أنزل عليهم بحبّة من معلقتين 3 من الزيت، وهانزل عليهم من حوالي نُص كوباية مَيّة أو كوباية، حسب لو أنتِ هتضيفيها في الفرن ما باخدش مَيّة كتير. لو أنتِ هتعمليها على البوتاجاز، يعني ممكن تزوّدي المَيّة شوية توطّي عليه النار، وتسيبيه يستوي كده مع نَفْسه ويكون جاهز معانا. طبعًا شايفين البتنج ال ال القرنبيط استوى معانا، بس طبعًا القرنبيط ما تسلقيهوش وتزوّدي عليه السلق، حاولي يعني يكون 3/4 سِوَى كده، عشان لسه هيستوي معاكِ وهيكمّل سِوَى في القليان. طاسة على النار ونزلت فيها بزيت، طبعًا أنا مولعة عليها بس زيت سُخن، مش يعني انقدح أو بيغلي، أنا عايزة يكون الزيت هادي عشان يستوي براحته. بعد كده هابدأ أفكّكه كده من بعض، عشان طبعًا العجينة ما تمسكش في نفسها كده أو في بعضها ويلزق معاكِ. حاولي تحرّكيه كده بالمعلقة أو بالشوكة، وهتبدأي تحطّيه كده وتوطّي عليه النار. أنا عايزة النار تكون متوسطة، يعني هتسيبيه بعد كده على نار متوسطة لمدة 5 أو 6 دقايق، عشان يستوي معاكِ وياخد اللون الحلو ده من برّه، ويكون مقرمش معاكِ، والعجينة طبعًا استوت، وكل حاجة تكون مستوية معاكِ وجاهزة.
بعد ما فكيت يعني حركتهم بعيد عن بعضهم كده واتحركوا، سِبت كده القرنبيط لحد ما اتحمر وخد اللون الأصفر الدهبي الحلو ده، وهابدأ أقلبه على الجهة التانية. الجهة التانية مش هياخد أكتر من 3 دقايق بالكتير، النار تكون متوسطة عشان العجينة ما تتحرقش معاكِ وتاخد لون، كل حاجة كده تكون إيه من جوّه نيّة، لازم تكون النار متوسطة. تبدئي كده تقلبي فيه، لو لقيتيه طبعًا اتحمّر من الجهة التانية هتبدئي تطلّعيه. أنا في الوقت ده أنا طفيت عنه النار خالص عشان الزيت ما يسخنش كتير، أنا عايزاه يهدى معايا. باطلّعه كده في الشبكة، واسيبه يتصفى شوية، وبعد كده باحطه في مصفى، وبعد كده عايزة يعني تحطيه على مناديل ممكن. أنا فرشت كده طبق على الطبق كده حبة من البقدونس والشبت، فرشتها من تحت كده تحت القرنبيط في الطبق، واللي هيصفي الزيت معايا وهتروح حاطاه في الطبق على طول. طبعًا البتنجان كان استوى والقرنبيط طبعًا استوى خد اللون ده، يعني بجد مش قادرة أوصف لكم يعني اللون الحلو الأصفر الدهبي الحلو ده. ومعانا كمان يعني الغلاف اللي هو متغلف بيه متماسك يعني ما خلعش منه، وماسك فيه كده وحلو، تكون مقرمشة من برّه وطرية وجوسي من جوّه كده وتحبوها جدًا، مع طبق بتنجان. وطبعًا كده بالهنا والشفا كده مع حبة عيش بلدي حلوين كده وهتبدأوا تاكلوه. يعني بجد مش قادرة أوصف لكم أكلة يعني تحفة هتعجبكم جدًا. طبعًا دي الأكلة الحلوة المفضلة يمكن في الشتا. أنا عن نفسي باعشق الأرنبيط وباحبه جدًا، جدًا. هتقدّميه كده مع طبق بتنجان وهنقول كده يعني هتتوهوا فيه كده وهتحبوه جدًا، لإن حاجة سهلة وبسيطة وأكلات بتاعة أهالينا بتاعة زمان، طريقة سهلة وبسيطة وهتحبوه جدًا. هنقول بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي كَل، وبالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي هيجرّبها ويقول لنا كده في التعليقات. ويا ريت كده تدعمونا بتعليقاتكم كده وتصلّوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في التعليقات. وهنقول كده فيديو يا رب يكون عجبكم. وهنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وحاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب اسم يوميات نونا في المطبخ. ومع السلامة.